الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والتسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزا الله إخوتنا القائمين على مشروع تجهيز غازي لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا فقد غزا. جزاهم الله خيرا على هذا المشروع الذي قاموا به، والله لهم في الأجر أكثر منا، لا نقول سواء، بل والله إنهم مأجورون أكثر منا. فمن جهز غازيا نعم قد غزا، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وبدأ الله سبحانه وتعالى بالآية بالأموال، الجهاد بالمال سبق الجهاد بالنفس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهم إخوتنا في كل مكان، وخاصة القائمين على هذا المشروع في البحرين، جزاهم الله خيرا، وكثر الله من أمثالهم وجعلهم نواة تنتشر في هذه الأمة وفي هذا الجيل للذب عن الدين الإسلام وعن دين التوحيد. جزاهم الله خيرا وبارك الله بهم. لقد قاموا بتجهيز الغزاة المتواجدين في منطقة جبل الزاوية عن حاليا أكثر من 85 رجل، ثم نشكرهم على ما قاموا به من إعداد مشافي في هذه المنطقة. 3 مشافي قاموا عليها، وإن شاء الله المزيد من هؤلاء الشباب، والإنفاق من هؤلاء الخامات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكونوا من أحفاد عثمان رضي الله عنه مجهز جيش العسرة، جزاهم الله خيرا، فعلا إنهم من أحفاده بصدق. ثم أتوجه بكلمتي هذه إلى كل غيور، إلى كل رجل، إلى كل بطل أراد أن يخدم هذا الدين، وأراد أن ينصر إخوته في سوريا ضد هذا الطاغي، ضد عميل إيران الذي استفحل واستشرف القتل والإجرام. فهذه الصور وهذه المناظر قد رؤيت وقد رآها الجميع، فلا بد من أن يوجد رجال بصدق كأمثال هؤلاء الشباب جزاهم الله خيرا، أن يقوموا بنصرة إخوانهم بنواياهم وبأموالهم. والله لكم الأجر كمثلنا بالنوايا فقد زدتم علينا بأموالكم، جزاكم الله خيرا. نسأل الله سبحانه وتعالى السداد والثبات. ورسالة إلى كل منفق وأخ غيور أن لا ينسى إخوانه الذين يقتلون، وأن لا ينسى هؤلاء الشباب وتلك النساء والأعراض التي هتكت. فعليه أن يشارك بهذا الجهاد في سبيل الله، ولو بنواياه، ولو بماله، ولو بعاطفته. جزاكم الله خيرا وبارك الله بكم. الله أسأل أن يجعلنا إخوة متحابين فيه، سلما لأوليائه، حربا على أعدائه، لا نخاف به لومة لائم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، وجزاكم الله خير.